السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأحسن صحة وأتم حال. يلا بقى نعمل النهاردة روتين كامل متكامل. بص بقى، على الأول هنعمل ايه؟ هنعمل صينية كنافة بالمانجا، بس طبعا مش هينفع نعملها قبل ما اروق المطبخ. بص الدنيا مكركبة ازاي عندي. هنا انا مجهزة العصير المانجا اهو، وهنا المانجا اللي هعملها برضو اهو، ومعانا الكنافة. بس قبل ما ابدأ بقى معاكم بالفيديو لازم اعدل المطبخ واقف على روقه كده. هنبدا بالبوتاجاز. بسم الله. لان ايه، ما بعرفش بصراحه اعمل اي حاجه والدنيا متبهدله كده عندي. طبعا انتوا عارفين الاولاد على طول في المطبخ، ايدهم في الحاجه على طول، فبصراحه ما بيسيبوش الحاجه ايه على سر حالها. فمطلعين كنافه بالمانجا تمام. تبقى ايه ما اعملها معاكم، لان انا بقالي فتره موقفه في الفيديوهات وكده، تنزيل فيديوهات. فانا قلت ايه اما ارجع افكركم بيا لا تكونوا نسيتوني ولا حاجه. بس اظبط الدنيا عندي بس كده، ان ايه لو انا مش ايدي في الحاجه والله ما، لو قعدت سنه هفضل الاقي الدنيا زي ما هي، بالعكس ده بتزيد والله مش بتقل. بصوا خدوا الاجازه بقى وهيقعدوا يقرفونا انا بقى والله. فربنا ينجحهم يا رب، وينجح اولادكم، ينجح طلبه جميعا يا رب. انا بقى هنادي الاخ مصطفى ايه يمسك الكاميرا ويصورني، لان انا مش عارفه اتملك الكاميرا ولا اتملك الحاجه اللي بعملها. هنا بقى بصوا واكلين مانجا وعايزين عصير مانجا، شاربين شاي كمان ما شاء الله. عندي ما اقولكوش بقى ادعيت. طبعا اكيد كلكم زي كده اكيد يعني. والله العظيم المواعين دي كان قبل ما اصور معاكم كان في مواعين طبعا بتاعت العشاء وكده، بس طبعا انتوا عارفين المطبخ ما بيخلاش من المواعين ولا بيتكركبه على طول بقى. ده المكان الوحيد اللي على طول مهما تروقيه مهما تعمليه، مسافه ما تروحي تشربي ميه من التلاجة وترجعي تلاقي الدنيا مقلوبه. مش عارفه ايه، مش عارفه، كلهم كده والله. عارفين والله بتيجي عليا اوقات اما بلاقيه مكركب كده ونفسي مصدومه مش عايزه اخش اروق فيه ولا اعمل ايه. بعمل ايه؟ بروح جايبه الفيديوهات بتاعتي اللي انا مروقه في المطبخ، واروح شايفه الجزء الاخراني خالص هو المطبخ متروق. اهو دي بقى اللي بيديني حماس وطاقه وبيخليني اقوم بقى ايه اروح مروقه. اقول لا، اقوم بقى ما بديهاش يعني. انا اللي بدي نفسي ايه حماس، بشجع نفسي. طبعا معلش بقى على عدم نزول فيديوهات، لان كان عندي الاولاد بيمتحنوا، فما كنتش والله بفضى يعني. على طول ببقى قاعده بشوف بقى مين اللي ذاكر ومين اللي ما ذاكرش، ومين اللي بيهزر ومين اللي بيستعبط فيها. طبعا عندنا اللي بيستعبطوا كتير، فما كانش الواحد يفضل قاعد لهم كده ما يفتحوش كتاب. مش عارفه بيتكلوا على ايه يا حبايب قلب. قربت اخلص اهو، هفصل معاكم الكاميرا عشان الفيديو ما يطولش معاكم، واما اخلص ارجع لكم تاني. هنا بقى يا حبايب قلبي كنت شطبت المطبخ خلاص يعني الى حد ما ماشي. نرجع بقى للوصفه بتاعتنا الجميله. هنا بقى عندي السمنه ماشي، وهنا كوبايه عصير مانجا. طبعا وصفتنا النهارده تبقى كلها مانجا تمام. فانا هنا في مانجا سليمه هقطعها، وهنا عصير مانجا. هتعمل ايه بالعصير مانجا يا مرودي؟ خليكم معانا لاخر الفيديو وانتوا تعرفوا تمام. هنا بقى السمنه بتاعتنا صفرة وجميله ازاي. سيحت حته اهو، حته صغيره، لو احتجت تاني ابقى ايه ابقى اسيح ماشي. نركنها بس كده، نوسع لنفسنا ونشوف هنعمل ايه. يا حبايب قلبي محيرين نفسنا صارتين مكلفين. جايبين كيس قد ايه ما شاء الله، نص كيلو اهو. بس هنفك الكيس كده كده مش هيترمي اصلا. بسم الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا لسه طازه والله يعني، ولا حطيتها في الفريزر ولا اي حاجه خالص. مستعجلين قوي. نقطع فيها كده. طبعا النهارده
مش هنعمل شربات لان انا عندي شربات كويس يعني. كنت شغال في العسل وكده فجايبولي جاهز. جايب لي بصراحه ازازه قلت له كويس وفرت لي في السكر. لو ما كانش جاب لي الشربات دي بقى للي ما كنت عملتها اهو. بسم الله. طب والله النص كيلو جميل ده. انا قلت مش هيطلع معايا. لا ما شاء الله طلع اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا السمنه بتسيح اهو. مش هنوسخ مواعين ولا حاجه. السمنه البتاع ده القزرونه اللي في قلبها السمنه هنعمل فيها الشربات. مش هنعمله بقى، هنقلبه بس اهو. تمام كده. تمام كده. الله ينور ما شاء الله. طبعا بقى لو مخزنين مانجا ولا حاجه زينا كده قوموا اعملوا اي حاجه بيها لان المانجا الجديده خلاص قربت تطلع. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سخنه. بسم الله. مسقعه السمنه. تمام. حط بس ايه رشه سكر عليها. رشه لا تسكر زي ما بيقول. اهم حاجه بس يا بنات يا امارات ما تنسوناش باللايك والاشتراك في القناه، واللي لسه ما اشتركش ينضم لعيلتنا يبقى واحد من ايه من اسرتنا. ان شاء الله قناتنا هتعجبكم. وبازل لسه مسحه عشان بقول لكم المطبخ ده ما بيبقاش على سر حلو ابدا. بصوا شربتها كلها. طبعا في ناس بتشوحها على البوتاجاز بس انا بدخلها الفرن اسرع بصراحه. عايزه تحطي سمنه بلدي حطي. انا عندي بصراحه بس ايه كسلت اطلعها. بسم الله الرحمن الرحيم. نجيب بس السكر رشه بسيطه اهو لان احنا طبعا هنسقيها شربات. حبيت سمنه كمان بس صغننه كده عشان ايه متبقاش جانب اتظلم وجانب ايه في سمنه يا حبايبي. بصي بقى اسويها نشوف هنعمل ايه تاني. هنا بقى كنت سويتها خلاص اهو بعد ما سقيتها بالسمنه. حطيت فيها يعني على حسب ما الايه تحسي ان السمنه ايه شرب الكنافه شربت من السمنه. ماشي يا حبايب قلبي. وشغلت الفرن تحت اهو فانا حطها بقى ولما تتحمر. بصوا بقى يا حبايب قلبي هنا طبعا انا عامله مش عاملاه جايباه جاهز زي ما قلت لكم. بصوا اهو ده عسل اهو. بسم الله اهو ادي الكوبايه وانتي حاطه كمان. تمام. لو احتاجنا تاني ابقى احط. بصوا بقى الحركه دي طبعا الحله مكانها سمنه. بصوا عشان ما تيجي تسقيها الشربات يبقى ايه مليان بالمانجا. تمام. هنا تقريبا بس ياخد غلوتين بس او تقريبا واحده. تمام. بصوا ما شاء الله ده عسل كلكوز يا حبايب قلبي. في شويه لو احتاجناهم ولا حاجه نبقى نحطهم. ماشي. نقطع بقى المانجايه دي. طبعا الكنافه في قلب البوتاجاز. انا بقى يا حبايب قلبي بقطعها زي ما انتم شايفين. طبعا احنا من الفريزر لسه خارجه فايه تلاقيها سايحه بس عادي مش مهم. لو انت عندك مانجا طازه طلعي واحده ناشفه لان دي طريه بس هنعملها بقى مفيش حاجه ايه ما بتنفعش معايا.
بصوا يا حبايب قلبي، انا لسه مطلعاها زي ما انتم شايفين ما شاء الله. بصوا جميله ازاي اهو كده. حلو بقى. انا ايه كانوا بيقولوا لي سيبها شويه، بس هي كده حلوه لونها جميل اهو ما شاء الله. والله ما خدتش كتير معانا. بصوا بقى هنا المانجا اللي انا مقطعاها احط عليها بس معلقه عسل كلوكوز، عشان ايه يعني لو فيها سنه املاح تبقى ايه يعني مت... متناسقه مع يا حبايب قلبي طلعناها خلاص من الفرن اهو. بصوا جميله والله العظيم، تحفه تحفه تحفه. جربوا بس الطريقه وان شاء الله هتعجبكم. طبعا هنا انا مش جايبه كريم شانتيه، انا هعملها بس بالمانجا لان ما بصراحه ما فيش كريم شانتيه اللي عندي. ماشي. هنا المانجا اللي انا عاملاها مقطعاها احط عليها معلقه عسل كلوكوز عشان تبقى ايه مسكره، يعني ايه لا تكون محدقه ولا حاجه. وهنا الشربات اهو حط عليه عصير ايه عصير مانجا. بصوا اهو زي ما انتم شايفين اهو. على فكره انا سبتها تغلي حبه كبيره على النار، بس ده العصير ماشي. يلا بينا بقى حبايب قلبي نسقيها كده ونشوف. بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله. بصوا تقيله. طبعا لو احتاجت عسل ولا حاجه هنحط، بس هي كده ان شاء الله مش هتحتاج زي ما انتم شايفين كده. بصوا يا حبايب قلبي متوفرة عندي طبعا، هي غرقانه مانجا طبعا عشان احنا سقينا ايه شربات بالعصير المانجا. عايزه تحطي كريم شانتيه حطي، بس هي اصلا اسمها ايه بالمانجا يعني. ده كريم شانتيه ده ايه يعني اختياري، عايزه تزوقي انت بقى حطي، مش عايزه خلاص. بس كده بسيبها بقى في التلاجة كده مع نفسها يجي نص ساعه عشان ما ينفعش تتاكل سخنه يا حبايب قلبي. ايه رايكم بقى؟ وبعدين يا حبايب قلبي اكون خلصت معاكم الفيديو، واذا كان عجبكم الفيديو ما تنسوناش بالله كل اشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ومن هنا الفيديو القادم حبايب قلبي اقول لكم هتوحشوني واسيبكم في رعايه الله مع السلامه.